السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. هنا معايا اهوت. أنا جبت الفراخ عندنا غالية قوي قوي وفي كل مكان غالية. الفراخ ب110 وفي اللي بيبيعها كيلو ب115. هنا جبت فرخة وغسلتها كويس جدا وشلت الزوايد فيها واي حاجة تزفرها شلتها، ونقعتها في مية وليمون وملح ودقيق ومعلقة سكر صغيرة. لو مش عايزة تحط سكر عادي، بس انا بحطها برضك بتشيل الزفارة. بلاش تحطوا خل يا بنات، لان هو بيزفر الفراخ اذا كان فراخ بط سمك لحمة. انا بنقع اللحمه برضك بحبها تتنقع، اذا كان لحمه راس او قلب او لحمه حمراء. هنا جبت بصلتين كبار وبدات اقشرهم اهو، وهقطعهم على ايدي تقطيع يدوي. انا والله يا بنات، والله انا عندي كبه بتفرم البصل، بتفرم الطماطم، بتفرم اللحمه، بتخليها كده جاهزه جاهزه للكفته. بس انا بحب اقطع البصل والطماطم تقطيع يدوي على ايدي، يعني بحس فيه كده يعني ايه. باكل زمان. المهم اللهم صل على النبي، بقطعه على ايدي اهو. وعندي مبشرتين، بس برضك ساعات ما بحبش يعني ابشر في المبشرة، وساعات بحب اعمل فيها الكبة. بسيبها لما يكون في كمية بصل كبيرة ببشر فيها البصل، انما بصلة اتنين تلاتة بقطعهم على ايدي. متنسونيش يا بنات في الاشتراك ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، وكومنت حلو منكم كده. هنا يا بنات قطعت طماطم، حوالي طماطمية كبيرة كده. قطعتها على ايدي مكعبات، وفلفل اسمر وملح، ودعكتهم بايدي كده. خليتهم جاهزين للفرخة عشان اتبلهم بيها قبل ما انزل في الحلة بيها. وجبت طبق كده يا بنات، لازم تكون الحوض نضيف جنبك. اول باول تمشي ايدك على الحوض، لو اي حاجة مش نظيفة شيليها، عشان طبعا الحوض بتحط عليه اكل، بتحط عليه فراخ، اي حاجة انت تطبخيها. انا حطيت كام حباية طماطم اهو. دي مواعين كنت غسلاها من امبارح، هرصها بردك معاكم. هنا جبت الخلاط بتاعي وبدأت اقطع الطماطم، قيمت يعني ايه 3 4 طماطميات كده، او 5 طماطميات بس مش كبار قوي. طماطم غالية يا بنات، ب20 وب25 علشان دخول رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هنا سبت الطماطم يعني بتضرب في نفسها كده. مش انا اللي بضربها على فكرة، هي اللي بتضرب في نفسها. المهم يا بنات، هنا هعصر الطماطم اهو، هصفيها يعني. لازم بصفي اي طماطم اذا كان للطبيخ او الحاجة. بس المحشي ما بصفيش الطماطم بتاعته، بحب الصلصة بتاعته تكون تقيلة كده وحمرة. انا رحت فين؟ انا بجيب حاجة يا بنات. ايوه بجيب بصلة عشان التقلية. البسلة ب20 يا بنات، وجميلة جدا ومليانة. فين وفين لما تلاقي بسلاية فاضية. والبطاطس ب15 وكيلو ربع ب15، بس بطاطس حلوة برضه. هو لازم يا بنات، لازم كل حاجة تغلى على رمضان. يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. متنسونيش يا بنات في الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك، كومنتات كتير يا بنات، شجعوني عشان اعمل لكم كل يوم فيديو. هنا السمنة كانت في الفريزر فكانت متجمدة. نزلت بيها في الحلة وهي سخنة، خدت منها قيمة معلقتين 3 كده، واستنيتها اما تسخن ونزلت بالبصل عليها.
اهي بوريها لكم اهي. بس انا بقى اما البصله تصفر معايا، ما تحمرش يا بنات ولا تغمقي منكم. هنا بقشر قيمه 3 حبايات بطاطس. بصوا يا بنات، هنا نقيت في الحله عشان البصله ما تحرقش مني، وايد على البطاطس سريع سريع كده يا بنات. يعني إيه الاكل السريع برضك حلو، بيطلع حلو معاكي وريحته حلوه. انما والله لما بعمل اكل يعني والاكل معايا هادي كده ورايق، مش عارفه، مش بحس ليه ان هو حلو. مع ان يعني الاكل حلو وكل حاجه، والحمد لله على نعمه ربنا. الحمد لله ان يومنا بيعدي بسلام، واحنا واقفين على رجلنا وبصحتنا، وربنا يدوم علينا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. هنا يا بنات انا بقطع البطاطس مكعبات عشان هتتحط مع البسله. انا بحب قوي قوي طبيخ البسله. بحب البسله، البطاطس. اللهم صل على النبي. الكوسه برضو ما كنتش بحبها قد كده، بس حبيتها. السبانخ بقى والقلقاس وال واللوبيا والفاصوليا، يعني مش قد كده، مش في دماغي قوي يعني. لو جم قدامي ماشي اعملهم، ما جوش قدامي ما بحطهمش في حساباتي يعني. هنا اهوت اغسلي الحوض اول باول معاكي. اغسلي الحاجات اللي في الحوض، عشان المواعين ما تتكومش عليكي وتزهقي وتقولي انا هغسل كل ده، انا هعمل كل ده كتير. لا، اول باول يا بنات، كوبايه طبق معلقه، خدوهم اغسلوهم كده على ايدك اول باول. والله يا بنات غسالات الاطباق ما بتعمل اي حاجه. انت بتغسلي الاول الطبق تحت الميه قبل ما تحطيه في الغساله. طب ليه؟ ما انت اللي يخليكي تغسليه عشان تحطيه في الغساله، هتغسليه وانت واقفه، هتكملي غسيله بالاسبونجه. هنا كنت رايحه اجيب رز ورجعت تاني، جبت الرز وجيت. الرز ده متنقي. يعني انا بجيبه، بشتري يا بنات يعني بالعشرة كيلو، بالعشرين كيلو. بنقيهم وبحطهم مثلا في جردل كده واغطي عليه واسيبهم اركنهم في جنب. بس اركنهم هما متنقيين يعني، عشان اخد منه على طول على الغسيل والطبخ على طول. وهنا يا بنات بقول لكم ادعكوه كويس جدا. هنا ميته شوفوا عامله ازاي، بدات تروق معايا. لازم تغسليه كويس قوي، يا اما كده هيعجن منك وهيبقى له ريحه مش كويسه. هنا يا بنات ازازه الميه دي اللي جنب الحوض دي، انا بملى ازازتين تلاتة، لان الميه عندنا في الارياف ساعات بتقطع، بتقعد باليوم يوم ونص قطعه. فالازازتين تلاتة، 4 ازايز 5 ازايز زي ما انت تحبي يبقوا جنبك كده. تغسلي منهم كوبايه، تعملوا منهم شاي، عصير، تعملي منهم الاكل، بس ميه بتكون نظيفه. هنا يا بنات اهوت فضيت طبق الفراخ في الحوض. كنت غسلت الحوض كويس وفضيت الفراخ فيه، وبدأت اغسل في الفراخ اهو. اغسلها كويس من المحلول النقع، عشان الزفارة وعشان الليمون ما يمسكش فيها. بشطفها شطفة تانية اهو معاكم. انا يا بنات في الفراخ والسمك واللحمة ده لا يعني غسيل مفيش بعد كده. انا بنقع الفراخ ساعتين او ساعة ونص معايا، السمك بنقعه ساعة، البط بنقعه بالساعتين تلاتة، لو لحمة بنقعها بالنص ساعة، ساعة بالكتير. معاكم انا حطيت الرز على النار اهو، اللي هو في حلة الجرانيت اللي هي الموف دي، وانا بحب اللون ده جدا عامة. ومعايا الطقم الستانلس وطقم الاهرام. آه، هنا نزلت بالبطاطس ونزلت بالبسلة. كان فيها بنات شوية صلصة كده فايضين، حطيتهم على جنب اليوم تاني مثلا. اعمل بهم مثلا شوية بسلة، شوية بطاطس. لقيت الصلصة كتير فقلت احوش منها. وهنا الحلة الكبيرة ديت انا هعمل فيها الفراخ. حطيت طبعا معلقتين زيت كده.
عايزة تحطي براحتك، مش عايزة خلاص. هنا بنزل بالفراخ اهو. لازم لازم يعني الوحها الاول قبل ما انزل عليها بالميه السخنه. في ناس بتسلقها، في ناس بتعملها صينيه بطاطس او من غير خضار في فرن البوتاجاز. بس احنا بنحب الطريقه دي جدا، فين وفين عما نعملها طريقه تانية. احنا بنحب الطريقه اللي هي بتكون بشوربه وتكون محمره في الزيت، اللي هي طريقه ايام زمان، بتبقى جميله جدا. هنا اهوت بلوح فيها يمين وشمال، حطيت عليها طبعا فلفل اسمر وكزبره وبهارات فراخ وملح وكمون. وساعات والله يا بنات بستكفى بالكزبره والفلفل الاسمر والملح، بتبقى حلوه برضك. وفي لو ولا لو عندك ماشي آه، عيدان قرفه، بس ما بحبش احط فيها عيدان قرفه، بتغير طعمها. هنا بردك يا بنات معايا اهوت بردك طبقين اللي كان فيه البطاطس والبسلة والفراخ، غسلتهم اهو. انا نسيت اقول لكم ان انا حشت وركين كده على جنب بشوية طماطم وبصل من اللي كنت متبلاهم، اعملهم في يوم تاني يعني. انا وجوزي وبنتي الصغيرة عندها سنتين، وكده كده احنا اكلتنا ضعيفة جدا، يعني الاكل ده يفاض منه يومين تلاتة كمان. الحمد لله على نعمة اليوم اللي بيعدي. ف... فربنا يسترها علينا دايما وعلى اولادنا جميعا يا رب. وبغسل الحوض اهوت من يعني بشطفه من الصابون اللي عليه. هنا يا بنات الفراخ اهيت كانت خلاص اتلوحت معايا، ونزلت عليها بميه مغليه من الكتل. وهنا اهوت كنت بشيل الريم اللي بيطلع منها. دايما تشيلوه يا بنات علشان ما يزفرش الفراخ او يعمل في الشوربه حاجه مش ريحه مش كويسه. يا ريت يا بنات تكتبوا لي في الكومنتات الفراخ عندكم بكام، وبتشاهدوني من انهي دولة. وجودكم طبعا على راسي من فوق، وانتوا عيلتي التانية، وده شرف ليا. هنا الفراخ خلاص، الفراخ استوت، وكنت بدأت احمر الفراخ اهو. دي طاسة جرانيد، انا بحب استخدامها قوي. مش بقولكوا يا بنات عندي جرانيد وستانلس اللي هو الألمونيا، وعندي طاسة والدتي الله يرحمها برضك بحب احمر فيها بطاطس، اقلي فيها برنجان فلفل، احمر فيها البيض. بتحسسني كده بريحة يعني ايه، اكل زمان. تنسونيش يا حبايبي في اشتراك ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. هنا يا بنات بدأت اغرف اهو. غرفت ال- وبغرف الرز وبحمر الفراخ. وطبعا طبقين شوربة كده محترمين. هنا يا بنات يعني الجو الساقع اللي احنا فيه ده، عايزين شوربة، عايزين طبيخ، عايزين محشي، يعني حاجات سخنة بتدفي كده. هنا يا بنات بقول لكم ان الطبسية دي يعني ايه، بحط فيها الرز وبقلبه على الطبق بشبه ان هو ايه يطبع، يعني ايه يطبع طبع كده زي كده يا بنات، بوريهولكم اهو. والله يا بنات بحب اغرف يعني ايه الرز في الطبق على طول، بس يعني بحب اقعد اعمل اشكال وكده يعني، شوية حركات. هنا يا بنات انا بحب البس الخمار جدا في التصوير، وانا طالعه الشارع، وانا طالعه البلكونه، وانا طالعه على السطح. اي حاجه كده ستره تسترنا. ربنا يسترنا جميعا يا رب، ويسترها علينا وعلى اولادنا يا رب العالمين. هنا خلاص الفراخ بقى خلصت معايا، اتحمرت وخلصت معايا اهي. قولوا لي بقى بعد كده عايزين نعمل لكم فيديوهات ايه. قولوا لي رايكم في الكومنتات يا بنات، وما تنسونوش في الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك. لايكات كتير يا بنات، كتير كتير. هنا بوريكم شكل الاكل معايا اهو، والرز عمل طبعا اهو زي ما انا عايزه. وهنا كوبايتين شاي ليا ولزوجي.
زوجي العزيز طبعا عزيز على قلبي وغالي على قلبي، ربنا يخليه لي يا رب ويخلي لكم أزواجكم جميعا، وما تتحرموش من بعض أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.